سلام سلام خياتي، سلام سلام عميراتي، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب. جيت اليوم وجبت لكم مطلوع السميد بمكونات جد بسيطة ويجي خفيف ريشة كما راكم تشوفوا، جا بزاف هايل قطني، يتكل غير بشوارب. وصفة سهلة بسيطة اقتصادية ويجي بزاف، يعني غير الوحدة ما تعرفش دير المطلوع هاد الوصفة رايحة تعرفي من اول تجربة. ان شاء الله تبعي معايا الفيديو للاخير باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. هنا جبت القصعة تاعي، لازم القصعة في المطلوع. هنا درت لكم الوصفة يعني الكيلة بالكاس، الكاس تاع ام وليد. درت لكم السميد يكون عادي سميد مشكارة، درت لكم 9 كيسان. فوالا هنا 9 كيسان تاع السميد، الكاس تاع ام وليد. فوالا حطيت في القصعه تاعي 9 كيسان. جبت هنا صحن واحد اخر، راح ندير المغرفه تاع القهوه الصغيره. خلاص راح ندير 9 مغارف تاع القهوه هذيك الصغيره تاع الخميره الخبز. فوالا راح نحسب 9 مغارف ونحطهم هنا في هاد الصحن. فوالا هنا واش راح ندير تاني البنات، يعني هنا سمحوا لي برك نسيت على روحي وانا نصور، بانت لي حبست الكاميرا. امي معليش. هنا قلت لكم درت 9 مغارف تاع تاع خميره الخبز. ونجي هنا راح ندير السكر. السكر راح ندير 2 مغارف كبار تاع السكر. فوالا راح نحطهم هنايا. السكر هنا في المطلوع تاعي ضروري. فوالا نجي هنا راح نضيف الماء، راح نحط الكاس الاولاني تاع الماء ونخلط. هنا الماء درت في التوتال درت 3 كيسان. فوالا الكاس الثاني راح نزيد نحطه هنايا ونخلي هذيك السكر وهذيك الخميره تاعي تتفاعل، رايحين يتفاعلوا ليه يعني راح نغطيهم هنا ونخليهم يتفاعلوا. فوالا نرجعوا هنا برك للسميد تاعنا. في القصعه راح ندير الملح بيان سور بلا ما ننساو الملح. راح نفس المغرفه اللي درت بها الخميره راح ندير الملح. ندير 9 مغارف يعني ممسوحين، المغرفه تكون ممسوحه تاع الملح. فوالا في كل كاس راح ندير مغرفه صغيره. هنا هاد الكميه البنات دارت لي 6 قرصات تاع الكسره ولا تاع المطلوع، دارت لي 6، يعني 6 متوسطين، ما يكونوش كبار بزاف وما يكونوش صغار بزاف. فوالا راح ندير هنا حفره في الوسط وراح ندير الزيت. هنا الزيت تانيك راح ندير 9 مغارف. فوالا المغرفه الكبيره ماشي الصغيره، مغرفه تاع العشاء راح ندير 9 مغارف تاع الزيت. فوالا هاي لكم نحسبهم 9 مغارف تاع الزيت، زيت عاديه، زيت نباتي. فوالا ونخلط هاد المكونات مع بعضهم، سميد الملح مع الزيت. نبسس ندخل هذاك الزيت، نحاول هكذا غير يعني بالكفوف تاع يديا ندخل هذاك السميد في هذاك الزيت والملح. فوالا بهذه الطريقه. فوالا ندير هنا حفره في النص. واش راح ندير؟ راح نجيب هذاك الخليط تاع الخميره تاعي، شوفوا هنا راهو تفاعل لي، راح نحطو هنايا، نحطو على السميد تاعي بهذه الطريقه. شفتوا؟ فوالا هاي لكم هنا نزيد نخلط هذيك الخميره وهذاك السكر مع هذاك الماء، نزيد ندخلو مليح هنايا في السميد تاعي. هاي لكم بيديا غير بيديا. ونجيب هنا زدت درت شللت هذاك الطبسي تاعي، شللته بنص كاس تاع الماء. فوالا هنا درت نص كاس تاع الماء وزدت درت نص كاس واحد اخر. هنا درت 3 كيسان تاع الماء بالضبط. من بعد درك نبدا نلم ونشوف اسكو مخصوصه الماء نزيد ولا ما مخصوصاش ما نزيدش. هنا بيان سور ما زالت مخصوصه الماء، زدت كاس واحد اخر. كاس واحد اخر لميت، يعني الطوطال درت 4 كيسان تاع الماء.
هاي ليكم هنا البنات، شوفوا العجينه تاعي تكون طريه، تكون شويه تتلاصق في اليدين. نجيو هنا نحاولوا ان نلموها بهذه الطريقه. لموها هنا في الاول، ما نعجنوش، نلموها فقط. فوالا، ندخلوها في بعضها ونخليوها هنا، نغطيوها بساشي ولا بابي فيلم ونخليوها تخمر مدة 10 دقائق. فوالا، تطلع واحد 10 دقائق ونرجع ليها. فوالا، هاي لكم هنا البنات بعد ما رجعت ليها بعد 10 دقائق. شوفوا هنا بدات خمرت وريحت لي العجينه تاعي. نبداو هنا باش نعجنوا فيها. هنا واش راح ندير؟ راح نبدا نعجن فيها حوالي ربع ساعه حتى ل20 دقيقه، وانا نعجن فيها داك المطلوع تاعي. المطلوع لازمو العجين بزاف. اذا عندك البيترا بيان سور، البيترا تنقص عليك. انا هنا يعني البنات اللي ما عندهمش البيترا ديروا كيما درت انا، غير بيدك وتعجني، يعني ما حاش تعياي بزاف لانه العجينه طريه. هاي لكم شوفوا هنا كيفاش عجنتها. عجين ما شاء الله، شوفوا ولات لي كي الحلوه. فوالا، هنا واش راح نبدا ندير؟ راح نجيب كاس واحد اخر تاع الماء يكون دافي، ونبدا يعني ندير في الماء هذاك ونعجن. هنا ثاني نكملوا العجين نديرو في الماء ونعجنوا. فوالا، بنفس الطريقه اللي راني ندير فيها انا. هاي ليكم نعجن ونضيف في الماء حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. يعني العجينه تاع المطلوع لازم تكون طريه باش كي تجيو تقرصوها وتحلوها تجيكم سهله. هاي لكم هنا البنات، هذا المطلوع تاع حماتي ولا تاع جوزتي، ربي يحفظها، هي علمتني نديرو. شوفوا هي راهي ديجا هنا واقفه معايا وانا راني نخدم فيه. هنا واش درت الزيت في يدي، زيت عادي نباتي، ونبدا نلم في العجينه تاعي بهذه الطريقه. شفتوا المطلوع تاعي البنات كيفاش جا ما شاء الله. نجي هنا نقسم العجينه تاعي حوالي 6 قرصات. فوالا، هاي ليكم نحاول نقسمهم قد بعضهم ولا نوزنهم يعني قد بعضها، يجيوني 6 خبيزات ولا 6 قرصات يجيوني متساويين. فوالا، هاي ليكم نقسمهم هنا على 6 كما قلت لكم. نحاول اللي كبيرة نقص لها، اللي صغيرة نزيد لها، ونقرصهم على 6 قرصات. فوالا، هاي لكم هنا شوفوا كيفاش نقرصهم. شتوا العجين تاعي كيفاش راهو طري، يعني عاطيني الطوع ونقدر نخدم به عادي. راه طريه مي ما تلصقش في اليد، مع انه درنا هذاك الزيت ما راحش تلصق في اليدين. فوالا، نحاولوا نقرصوهم بهذه الطريقه ولا نلوزوهم. هنا بجيه على البلون دو طرافاي تاعي درت هكا الطرف اللي نديرو عليه المطلوع، وجيت هنا جبت القرصه الاولى. هنا ما حاش نحلها، القرصه الاولى درت لها غير هكا، ونحاول اني نغطيها تانك واحد 5 دقائق حتى ل10 دقائق، تزيد تريح ونرجع ليها بعد 10 دقائق حتى نتريح لي باش نقدر نحلها. فوالا، هاليكم نغطيها بهذا الشكل تريح باش يعني تعطيني الضوء كي نحلها. هاي ليكم هنا بعد ما ريحت جيت هنا نحلها غير بيدي بهذا الشكل. شوفوا كيفاش راهي تتحل بكل سهوله، يعني سهله تمشي معكم فاسيلمون. فوالا، نحل كامل القرصات تاعي بنفس الطريقه البنات، على يعني على هكا اللي يكون درا ولا يكون طرف تاع خميره اللي نطرحوا عليه الخميره، نحطوه على البلون دو طرافاي تاعنا ولا على كاش اي عفسه تديروا عليها المطلوع نتوما. نحلهم كامل ونغطيهم، نحلهم كامل بنفس السمك ونغطيهم نخليهم حتى يخمروا. بعد ما يخمروا 10 دقائق نروح نشعل، كي يكملوا 10 دقائق نروح نشعل الطاجين تاعي ولا النار تاعي. الطاجين تاعي يسخن، بعد ما يسخن نبدا نطيب ديريكتوم، وتكون يكون المطلوع تاعي
ضعف الحجم تاعو، يعني واجد باش نطيبوه. فوالا هنا انا هنا كنت ديجا شعلت الطاجين والمطلوع تاعي راهو شعلت. يلا نستنى فيك باه طاجين سخون، نبدا نطيب ديريكتومون. فوالا هاي ليكم حطيت القرصه تاعي. شوفوا هنا راح نقلبو، هاي ليكم. فوالا هنا نطيبو يعني فاصيلمون. هنا برك نتقبو ما نكترش فيه التقيب، يعني حوالي 4 مرات حتى ل5 بهاد المطرق تاع الشوا ولا بالفرشيطه. شوفوا هنا كيفاش نطيب انا المطلوع. فوالا يعني ما نحركش ما نقلبش القرصه تاعي، نحاول برك اني نحرك هذيك القرصه تاع المطلوع تاعي. والمطلوع تاعي راهو طاب واجد، طيبته كامل يعني بنفس الطريقه. شوفوا البنات كيفاش جا. هنا بيان سور دهنتو بالزبده المطلوع باش يجيكم بنين وطري وما يجيش مجلد. لازم انكم كيما يطيب سخون يعني نديروه نحوشيوه وندهنوه بالزبده، زبده تاع البقره ولا الزيت الزيتونه. نتمنى هاد الوصفه تعجبكم وتنال رضاكم وتجربوها. هاد الوصفه كما قلت لكم تاع حماتي، جربوها ورجعوا لي بالخبر، اكيد راح يعجبكم. نتمنى انكم كما قلت لكم تجربوها وتخليوا لي رايكم في لي كومونتير. شوفوا كيفاش جا خفيف قطني ريشه هايل هايل، صدقوني ولا اروع. اعتمدوا هاد الوصفه، جربوها واعتمدوها ان شاء الله. ان شاء الله تعجبكم. تهلاو في رواحتي جديد، نقول لكم مع السلامه حبوباتي.